الاتحاد السعودي يفكر بزيادة عدد الأجانب اللي يلعبون داخل ريتها الملعب 10 أجانب وليس 8 و2 في الاحتياط. أفضل قرار. أجيب لي لاعبين وأحطهم احتياط وندفع عليهم ملايين. خطأ ورب الكعبة. أنا مع القرار، هل أنت مع القرار ولا لا؟ ولا تقول لي اللاعب السعودي ما يلقى فرصته على أساس أن المنتخب قبل 8 أجانب كان مقطع البطولات. اللاعب اللي يبغى يلعب راح يكون افضل من الاجنبي. مثل سلمان الدوسري؟ ما قلت سلمان الدوسري، هذا يخليني يقول يا الله يا مشجع الهلالي، يا الله يا مشجع الهلالي. انتوا احسن نادي في العالم خلاص. بس حسن دمبكتي. فيرمينو الى الدوري القطري، الى نادي السد بالتحديد بقيمه 8 مليون دولار. والله لاعب كبير، والله انه كان سبب من اسباب حصول الاهلي على بطولة النخبة. كفى ووفى، انجاز يحسب له. بك الله يا نصر. تدري باقي 3 ايام عن معسكر النصر ولا في لا اداره ولا في احد؟ لا ان شاء الله يشيكون على وضع كامل. يشيكون يرمون زيت وسي فود، كيف يشيكون؟ سيارة. باقي 3 ايام. لك الله يا نصر. الله يبارك فيك يا جار. وهذا شيء غير مستغرب من مشجع الهلالي. يكفي انكم قابلتوا أندية هندية اللي راح نقابلهم في بطولة آسيا 2. قابلتوا بومباي. لا تقول لي بطولة تختلف، لا اسمه فريق هندي. فزت عليه 2-0.